يستمر المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي في قيادة خط وسط فريقه في مباراته القادمة أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري. كما استقرت إدارة النادي الأهلي على تأجيل حسم ملف تمديد وتجديد عقد ثنائي الفريق إمام عاشور والمالي أليو ديانج لحين إشعار آخر. استاد هيئة قناة السويس يستضيف مباريات الزمالك وقت غلق استاد القاهرة. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراته المقبلة أمام مودرن سبورت بالجولة الثالثة من بطولة الدوري على ملعب استاد هيئة قناة السويس بدلا من استاد القاهرة حال تم غلق استاد القاهرة للصيانة. أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشخيص إصابة اللاعب نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأن إصابته عبارة عن كدمة شديدة في الركبة، وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات والعودة سريعا. اتجاه لإبعاد معروف عن إدارة مباريات الأهلي. كشفت تقارير صحفية عن وجود اتجاه داخل لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم لإبعاد محمد معروف عن إدارة مباريات الفريق الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. إصابة قوية لأسامة أبو علي مع كولومبوس كرو الأمريكي. أعلن المدير الفني لنادي كولومبوس كرو الأمريكي تعرض أسامة أبو علي اللاعب المنتقل حديثا إلى صفوف فريقه لإصابة قوية ستبعده عن عدد من المباريات خلال الفترة القادمة. وكان أسامة أبو علي قد وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل حوالي 3 أيام للانضمام إلى تدريبات كولومبوس كرو الأمريكي. وأكد المدير الفني لنادي كولومبوس كرو الأمريكي أن أسامة أبو علي يحتاج بعض الوقت قبل المشاركة في المباريات حتى يتعافى من إصابته في أوتار الركبة. رفض أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عرضا من أحد الأندية الخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضحت صحيفة أفريكا فوت الفرنسية أن أحد الأندية القطرية أبدت رغبتها في ضم أشرف بن شرقي في الصيف الجاري، إلا أن اللاعب المغربي رفض العرض من أجل الاستمرار مع النادي الأهلي. كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة الأهلي أن نادي بيراميدز أبدى ترحيبه باستضافة مباريات النادي الأهلي على ملعبه لحين الانتهاء من صيانة استاد القاهرة الدولي الذي تقرر إغلاقه بصورة مؤقتة لمدة 10 أيام بسبب سوء حالة أرضيته بعد أول جولتين من الدوري الممتاز. وأوضح شوبير أن بيراميدز وضع شرطا لاستضافة الأهلي، وهو أن يتم احتساب المواجهة المقبلة بين الفريقين كأنها مباراة للنادي الأهلي بينما تقام باقي المباريات وفق الجداول الرسمية. الأهلي يجهز إمام عاشور لخوض مباراة بيراميدز. يستهدف النادي الأهلي تجهيز إمام عاشور لاعب وسط الفريق للمشاركة في مباراة بيراميدز يوم 30 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري. وأعلن النادي الأهلي مؤخرا عودة إمام عاشور للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الاثنين بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الكتف خلال شهر يونيو الماضي.